سألوا هتلر قبل وفاته: من أحقر الناس الذين قابلتهم في حياتك؟ فأجاب: أحقر الناس هم من ساعدوني على احتلال أوطانهم. أما نابليون فقد كان يسلم حصصا من المال للمتعاونين مع جيشه، ورفض مصافحة أحد الخونة لوطنه الذي أتى ليستلم حصته من المال. وقال له نابليون: خذ حفنة من المال مكافأة لك، أما يدي فلا تصافح من يخون بلده. خائن الوطن خسر نفسه، خسر قيمه وأخلاقه، خسر أهله، خسر وطنه، ولم يبق له إلا الخيانة تحيط به من كل الجهات، وسيظل سلعة رخيصة لا تباع ولا تشترى. هذا هو خيط الخيانة الذي يسير عليه أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وحلفائهم. وبعد انهيار التنظيم في مصر وتونس وليبيا واليمن وأخيرا في السودان، بدأ أعضاء التنظيم يتساقطون كحجر الدومينو واحدا تلو الآخر، وكأن لحظة وصولهم لسدة الحكم في البلدان العربية كانت اللعنة التي اقتلعت التنظيم الإرهابي من جذوره. تساؤلات عديدة باتت تسيطر على المشهد السياسي، أبرزها: ما هو مصير أعضاء التنظيم الإرهابي وداعميه من السياسيين والإعلاميين وأصحاب رؤوس الأموال، خاصة بعد أن كشفت الأحداث مؤامراتهم وخططهم؟ وهل ستفتح دول العالم التي تحتضن الإخوان على أراضيها ملف نشاطهم الإرهابي بعد أن تأكدوا أنهم يشكلون خطرا كبيرا على أمنهم القومي؟ تعالوا معا ننسج خيوط لعبة خيانة الإخوان، ونكشف ونتعمق في أسبابها وآثارها على وطننا العربي. فجأة وبدون مقدمات طفت على السطح الخلافات والصراعات بين جبهة الإخوان في تركيا المتمثلة في محمد ناصر وأحمد منصور ومحمد الشنقيطي، وحلفاء الإخوان في النظام القطري بلندن عزمي بشارة وبلال فضل، وسط تبادل الاتهامات بالخيانة والسرقة والعمالة والفشل وغيرها من صراعات المرتزقة والخونة. الأمر أصبح جللا، إذ أن سطوع الصراعات داخل التنظيمات السرية وخروجها إلى الملأ وللرأي العام يدل على أن الداخل التنظيمي يشهد حالة من التمزق والتفكك حول تمرير بعض الأمور المتعلقة بمصير هذه التنظيمات واستقرارها، لا سيما فيما يخص إدارة الملفات الهامة واختيار القيادات المؤثرة. معهد بروكينغز الأمريكي كان أول المتنبئين بسلسلة الانقسامات التي ضربت تنظيم الإخوان، وأكدت المؤسسة الأمريكية أن الانقسامات الأيديولوجية الداخلية لجماعة الإخوان ستؤدي إلى تفككها وتشكيل مجموعات منفصلة صغيرة ليس لها أي دور يذكر. وخلف الكواليس المظلمة يقبع المحركين الأساسيين للفوضى الإخوانية قطر وتركيا، فسلاح التضليل الفكري والإعلامي الذي تمارسه الدوحة وأنقرة في المنطقة هدفه الأساسي تغيير الهوية العربية وتدميرها فكريا وثقافيا وسياسيا وعسكريا. الخطة القطرية التركية تقضي بدعم توجهين مختلفين ومتضادين في نفس الوقت، فالدوحة وأنقرة تدعمان معسكرات التطرف والتشدد المتمثلة في تنظيمات الإخوان والقاعدة وداعش والميليشيات المسلحة في منطقة القرن والساحل الأفريقي، وعلى الجانب الآخر تدعمان أيديولوجية التوجه العلماني ونشر مسار الإلحاد في المنطقة العربية لتغيير هويتها. ظهور الخلافات على السطح بين الجبهتين يؤكد أن الداخل التنظيمي للخونة يشهد حالة من الصراع على الممول القطري بين الطرفين، في ظل
التدهور الاقتصادي الذي تشهده الدوحة، لا سيما في ظل تقليص الميزانية التي يتم إنفاقها على قنوات الإخوان ومنصاتهم التي تنطلق من تركيا، في مقابل زيادة الدعم المالي الموجه لمعسكر عزمي بشارة وتمكين مشروعه العلماني الإلحادي داخل المنطقة العربية. ينقسم قادة الإخوان في تركيا لجناحين: الأول يقوده محمود حسين أمين عام الجماعة، وهو من يمسك بخيوط التنظيم ماليا وإداريا، ويتولى مهمة رعاية عناصر الإخوان الهاربين لتركيا والمطلوبين أمنيا وقضائيا. أما الجناح الثاني فيترأسه عمرو الدراج ويحيى حامد، ويتبنى هذا الجناح فكرة التصعيد والتضليل الإعلامي ضد الدول التي تقف حائط الصد أمام المخطط الإخواني مثل مصر والسعودية والإمارات. يقوم عناصر الإخوان المقيمون في تركيا بثلاث مهمات رئيسية: الأولى الترويج للجماعة وتواجدها منعا لانفراط عقدها وإعادة تشكيلاتها، والقيام بعمل مكتب الإرشاد من تركيا بدلا من القاهرة. والثانية العمل على زعزعة الدول الرافضة للخطط الإخوانية وهز استقرارها وتمويل العمليات الإرهابية وتقديم الدعم الكامل للعناصر الإرهابية المنفذة لها من خلال إشراف مباشر من القيادي بالجماعة يحيى موسى. أما المهمة الثالثة فهي الترويج للمشروع التركي في المنطقة العربية والإسلامية المتمثل فيما تسمى بدولة الخلافة وما يسمى الخليفة المزعوم أردوغان. ولأجل هذه المهام الثلاث تقوم الدولة التركية بتوفير الملاذ الآمن لهم وتمنحهم الإقامة الكاملة لهم ولعناصرهم. يقود هذه الجبهة عزمي بشارة، عضو الكنيسة الإسرائيلي السابق، والذي استطاع توثيق واستثمار علاقاته بتميم وأصبح المستشار السياسي للعائلة الحاكمة بقطر، وأصبح حلقة الوصل ومهندس العلاقات القطرية الإسرائيلية. قطر توظف معسكر بشارة العلماني الإلحادي لمغازلة الغرب والهروب من الاتهامات الموجهة لها بتمويل الإرهاب، بعد أن كشفت تقارير دعمها وتمويلها لتنظيمي القاعدة وداعش وجبهة النصرة في سوريا وحزب الله في لبنان. بل إن قطر تريد استغلال هذه الوضعية في دعم المشروع الشيعي والطرح العلماني في مقابل تدمير المشروع السني وتحجيم نفوذه، بما لا يهدد المصالح الإيرانية في المنطقة العربية أو في المجتمعات الأوروبية. بشارة يدير كل المؤسسات القطرية المتصدرة للمشهد السياسي: الجزيرة، والمركز العربي لدراسة السياسات، وصحيفة العربي الجديد، وقناة العربي في لندن، الذين لعبوا دورا كبيرا في الخراب والقتل أثناء ما تسمى بثورات الربيع العربي. السبب الرئيسي للأزمة التي حدثت بين المعسكرين أن ممارسات عزمي بشارة أزعجت الإخوان في تركيا من خلال قيامه بتصفية كل العناصر الموالية لأجندة الإخوان من المؤسسات القطرية، ما يطلق عليهم عواجيز الجماعة، الذين يختلفون مع توجهات بشارة ورؤيته للمشهد للخروج من جملة الفضائح التي نشرت مؤخرا على صفحات المواقع العربية والأجنبية، والتي أكدت بالدليل تورط قطر وتركيا وإيران في دعم الإرهاب. ما أحدثه تنظيم الإخوان الإرهابي من تهديدات عن طريق نشر التطرف في دول العالم ليس أمرا جديدا أو مستحدثا. تحذيرات شديدة اللهجة تم إرسالها من الدول التي عانت من إرهاب التنظيم إلى الدول الأوروبية التي ظلت صامتة على تواجد الجماعة الإرهابية خلف ستائر المؤسسات التعليمية والبحثية والإعلامية. ففي لندن أعضاء البرلمان البريطاني
طالبوا بوقف دعم تنظيم الإخوان الإرهابي في المملكة المتحدة، وأكدوا أن التنظيم يجمع التبرعات لتمويل أنشطة إرهابية في الدول العربية، ويستغل مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والتطرف التي ستمتد إلى الأرض البريطانية قريبا. أما فرنسا فقد دخلت بالفعل في خط المواجهة مع التنظيم الإخواني بعد تشكيل حكومة جديدة وتولي حقيبة وزارة الداخلية لجيرالد دارمانين المعروف بمواقفه الحاسمة من الفكر المتطرف، وقام بإعادة فتح ملف الإخوان والتيارات المتطرفة داخل بلاده ليضع حدا لنشاط التنظيم الإرهابي في فرنسا. مهما اختلفت أفكارنا أو عقائدنا، ومهما ظلمنا من أهلنا، فهذا لا يمكنه أبدا أن يبرر لنا خيانة أوطاننا. فليس هناك شيئا أسوأ من الخيانة، وخاصة خيانة القلم. فالرصاص الغادر يقتل أفرادا، بينما القلب الخائن يقتل أمما. وأخشى ما أخشاه أننا أصبحنا في عصر تكون فيه الخيانة مجرد وجهة نظر. من تخون وطنك لصالحهم ينظرون إليك على أنك شخص ذليل، فهم يعلمون جيدا أنه لا يمكن لعاقل أن يأمن لخائن، فمن يبيع وطنه يبيع كل شيء. ومهما حدث يبقى الوطن ما بقيت السماوات والأرض، ومهما كان عذرك للخيانة فلا عاذر لك. الوطن لا ينسى من غدر به وخان، والتاريخ لا يصفح عنه أبدا. فالوطن والتاريخ يظلان يذكران الخائن حتى بعد موته، فهما لا يغفران لخائن أبدا.